معنا الراوية خلف حديد، إن شاء الله قصة من قصص العرب وقصص الأجداء عن قيمة الجار عندهم. تفضل يا أبو عدسان. يا مرحبا ويا مسهلا وحياك الله. وهذه قصة المهادي ورفيقه السبيعي. يقولون أمحل ديار المهادي وما له عن رفيقه السبيعي. اي بالله. ويوم أقبل على ديار السبيعي شاف له وحدة المزيونة من العرب. اي بالله وعجبته. والله المهم أقبل على بيت السبيعي ويهلي به السبيعي ويرحب به وقام بالواجب. وخبرك الضيف ما ينسى بعد 3 أيام. وبعد 3 أيام طال عمرك جلس هو خويه. يوم جلسوا هذا قال عاد السبيعي حياك الله يا المهادي، وان صار لك 3 أيام عندي وابشر والله بالسعد. قال والله يا طويل العمر أنا جيتك ديارنا أمحلت وهلي تشوف. قال حياك الله، لكن أنا بهالطريق شفت لي وحدة المزيونة والظاهر إنها من عربكم. قال وصفها لي. ولا وصفها. يوم وصفها ولا تطلع بنت عم السبيعي، وعلى أساس إنه الليلة أو اللي وراها يدخل عليها السبيعي. سكت السبيعي قال عز الله أنا بحث لك عنها وهي معروفة وابشر بالسعد. المهم يوم أصبح الصبح ويروح السبيعي لعمه. قال يا عمي والله أنا ترى طاب خاطري من البنت، وأنا رفيجي المهادي له خاطر بها. قال والله هي لك وانت كيفك. قال لا بالله أنا طابت نفسي وأنا رافع يدي منها وأبي أعطيها السبيعي، أعطيها المهادي. المهم وافق العم. ثاني ليلة دخلوها على المهادي. يوم دخل عليها المهادي أو هي دخلت عليه وشافها تقل حزينة وكذا. قال ليش عندك انت تقل حزينة ومتكدنا الخاطر؟ قالت لا ما في شيء. قال لا والله كنت تعلميني. قالت تبي الصحيح؟ قال اي والله بالصحيح. قالت والله ترى انا يعني الصحيح انا كان مملك علي ابن عمي السبيعي، وعلى اساس خلال ليله وليلتين يزكوني، ويوم جيت انت شاف لك خاطر رفع يده عنها. قال لا والله ما طيب مني يا السبيعي ابن عمك. لا بالله روحي تراك رافع يدي عنك. وفعلا رد الجميل ورجعت الولد عمه. والله خبرك قعد عنده هكا الشتوية وهكا ايه لين يوم جاء القيض رحل عاد، رحل لدياره. راحت الايام جت الايام ويقوم طال عمرك السبيعي تقل هم محلة ديارهم. قال مالي عن المهادي. هو يروح هو هلا للمهادي. يوم اقبل على بيت المهادي ويهليه ويرحب به ويقول له شوف هالبيت اللي انا خبرك قاعد به خذه لك وانا ابي ابني لي بيت بجنبه. قال زين. لكن مرة المهادي مش قالت؟ مرة السبيعي قالت يا اخي ترى انا ولدي يسرح بلبل ولا جاء الغياب تراه يرجع وما له عن هالفراش هذا اللي عندك، يجحر نفسه بهالفراش دايخ ما يدري. لكن نقبل عليه تقول لا ترى بيت امك هذاك اللي بقصرنا وهذا البيت احنا اخذناه. قالت مرت السبيعي بالله ابشر. والله خبرك رد الولد من السراحه واقبل على البيت. سبحان الله مرت السبيعي غشاها النوم ونامت، ويقوم الولد ويجحر وين؟ بفريشه مسكين ما يدري بجنب المرأة على اساس انها امه. ايه جاء السبيعي بالليل بعد ما خلص من التعليل له طالع ولا رجال نايم بجنب امرته. قوم اسحب السيف وطير راسه. يوم خبرك طير راس ولد المهادي وهي تقوم تصيح المرأة ليه الله ما ليه؟ قال وش فيه؟ قالت هذا السالفة كيت وهذا ولد المهادي، لكني أنا غشاني النوم ونسيت.
والله عقب ما خبرك ذبح الولد ويقوم اسبيع ويروح للمهادي ويقص لها القصه، قال اعتبر السالفه هدر الفراش، لكن قم خلنا نشيل الولد ونقطه بالساحه بالليل. يقومون ويشيلون الولد ويقطونه بالساحه، الساحه يلعبون بها خبرك الشباب. قطوه بالليل، يوم اصبح الصبح ومشت العالم. ما تسوى ذنبها. يوم مشت وطالعت ولا ولد المهادي مذبوح بالساحه. قم يا مهادي، قال ولدي مذبوح بالساحه، لا اكيد واحد من عيالكم ولي ذابحه. الكل يقول والله ما هو انا، الكل يقول ما هو انا، وله هدف. قال زين ما دام الكل ما اعترف لازم تدفعون الديه، ويجمع الديه حول 100 ناقه، ويقوم يسلمها من هو له المهادي، يجمعها يسلمها من هو له لسبيع. وهو مذبوح ولده. شوف شلون الشيمه. المهم راحت الايام، جت الايام، المهادي عنده له بنت تسرح بلبل، واسبيع عنده عياله يمدون بعد حلاله. واحد من عياله اسبيعي به شيطانه، كل شوي يحوم حول البنيه، والبنيه خبرك تفك نفسها. يوم يومين وهي تجي تكلم ابوها، قالت يا يبا والله ترى اذاني ولد اسبيعي. قال تحمل يا بنتي وادفعي نفسك. المهم كل ما هذا تفك حالها. اخر شيء جت عند ابوها قالت يا يبا والله ان ما فكيتني من ولد اسبيعي انه ترى لا يصير شيء ما هو زين، انا ما اقدر له. قال زين. والله يجتمع اسبيعي مع المهادي يلعبون البيه، تعرفون البيه لعبه البدوه. اي بالله، وهو خفرك يلعبون بالبيه، المهادي يقول خويه رحلتوا ولا رحلنا، رحلتوا ولا رحلنا، رحلتوا ولا رحلنا. والله عقب ما تعللوا وخلصوا هذا مشى لاهله السبيعي، قال لمرته والله يا اليوم اشوف المهادي وحنا نلعب البيه يقول رحلوا ولا رحلتوا، اكيد في شيء. قالت اسمع حنا باسر نبي نطوي البيت ونبي نرحل، وانت راح عاد. قال لها استسمح منه، قال له ترى حنا الديره طلبت اهلها وانسان خبرك تمسك بك وعيله يخليك ترحل، عرف ما في شيء، وانسان والله ها خلاها سيل ظهره، ما هو كل هذا اعرف في شيء. والله الصبح يطوون البيت، يجي اسبيعي بيودع المهادي، يوم جاي بيودعه ولا خبرك مبين ان المهادي يبى الفراق. والله يتوادعون ويمشي السبيعي بالطريق. قالت وش قال لمرته، قال والله هل تشوفين الظاهر يبي فراق انا. قالت اكيد في شيء، لكن اسمع ابيك بالليل ترجع وتقعد ورا الروال، المهادي لابد انه يقصد ويبين. وفعلا بالليل خبرك رجع ويصير ورا الرواق السبيعي ولا المهادي يقصد. يقول المهادي مهم في علة بالصدر محدن درابها، انا خفيتها بانت بعيون العدل، وانا خفيتها وسط الحش التهابها. هذا 8 سنين وجرى مجرم بنا، سما وطي الجمره وما درابها. الاجواد انقاربتهم ما تملهم، ولا الذار انقاربتهم عفت ما بها. المهم البيت المحكم اللي هو يقول هذا 8 سنين وجارنا مجرم بنا مثل واطي الجمره وما درابها. عرف هذا السبيعي وينقل الابيات يروح لمرته. قال وش حصلت؟ قال والله سمعت يقول هذا 8 سنين وجارنا مجرم بنا كما واطي الجمره وما درابها. قال تلبلا شوف بعيالك، لكن انشد عيالك اختبرهم. ويجي عند الاول قال يا ولدي انا والله يوم اني مثلك شباب ما خليت بنت ما حمت حولها، ما حمت حول بنت السبيع حول بنت المهادي. قال لا والله عيب، هذه جارتنا مثل اختنا. الثاني نفس الشيء، يوم جاء صغير قال ولدي انا يوم اني مثلك شباب ما خليت بنت ما حمت حولها، عساك حمت حول بنت المهادي. قال اي والله يا يبا اي والله حمت. قال هيا السلوقه ذلك كنت، ويقضب خبرك سيفه ويطير لك راسه يحطه بالخرج طال عمرك.
قص راسه. قص راسه وحطه بالخرج وراح البيت المهادي ويقط راس الولد قدام المهادي. يوم طالع ولا هذا الولد راس علي خبرك ايده طويله على البنيه. اي بالله ويتحاببون يتسلمون من جديد وجيدك منها مدري عنها. سلامتك. الله يسلمك. صح لسانك. صح لسانك. صح بدك. مشكور. جزاك الله بالخير ابراهيم.